بعد ما خلصنا موديلنج بعدين خدنا المودلز دي عملنا لها ماتيريالز وعملنا لايت وخلصنا الانيميشن. جه دلوقتي دور الريندر. يلا بينا. اول حاجة محتاجين نبدأ بيها هو اصلا يعني ايه ريندر. للوهلة الأولى ممكن حد يفتكر إن الريندر هو ده الزرار اللي بضغط عليه عشان أطلع فيديو أو أطلع صورة من ال 3D اللي أنا عمله. هو في الحقيقة ده صح بس مش دقيق قوي. يعني لو قلنا الريندرينج هي المرحلة اللي بنحول فيها ال 3D space اللي عندي لصورة 2D، ده سواء كان visual static او مجموعة من الصور عشان احطها ورا بعض على تايم لاين عشان اطلع فيديو. بس الحقيقة العملية اللي بنحول فيها الانفايرمنت بتاعتي دي او الفيو بورت بالمودلز بالماتيريالز بقى بالخواص اللي اتفقنا عليها في كل المراحل اللي اتكلمنا عليها في الماتيريالز مع اللايت، وازاي اللايت بقى بينزل على الماتيريال وسواء كان بينكسر او بينعكس. كل العمليات المعقدة دي الحسابات بتاعتها هي دي عملية الريندر. عشان كده دايما نلاقي الريندر عملية بتاخد وقت وبتبقى مرهقة وبتبقى محتاج جهاز بشكل ما بيساعد على المرحلة دي، لان هي مش عملية بسيطة، هي عملية فيها calculations وفيها حسابات كتير. طيب البرنامج اللي بيعمل كده، وانا قلت برنامج عشان ده بيبقى حاجة جوه البرنامج بتاعنا اسمه ريندر انجن. زي ما انا لسه قايل من شوية ان هي بتبقى حسابات كتير، فالحسابات بتبقى عايزة زي عقل مدبر كده صغير، بيبقى هو ده اسمه الريندر انجن. عندنا ريندر انجنز كتير، كل ريندر انجن بيبقى فيه شوية اختلافات بسيطة كده ما بينه وبين التاني. كل ريندر انجن ليه مميزات وليه عيوب، بس خلينا نتكلم عن الريندر انجن وعن الريندر سيتنجز بشكل سريع، وازاي نكسبورت فيديو للانيميشن اللي احنا عملناه الفيديو اللي فات. تمام. طيب لو انا جيت هنا الاقي عندي 3 زراير. الزرار الاولاني ده اسمه الريندر سيتنجز، الزرار التاني ده اسمه البيكتشر فيور، وده زرار اللي انا لو ضغطت هنا هيعمل لي ريندر بس في الفيو بورت للفريم اللي انا واقف عليه. يعني انا دلوقتي واقف على الفريم رقم 148، فهو بيعمل لي ريندرنج في مكانه. لو انا عملت اي حاجة هيبتدي يكنسل الريندر ويجيب الفيو بورت تاني. طيب تعالوا نتكلم عن الريندر سيتنجز. لو انا ضغطت على الزرار ده هلاقي اول حاجة اسمها ريندرر، والريندرر ده زي ما قلت لكم ده البرنامج الصغير او العقل المدبر اللي بيحسب الحسابات بتاعته عشان يحول البيئة دي او الانفايرومنت او الفيو بورت ده لصورة اقدر اشوفها على شاشة او ان انا يبقى معايا بيحول ده بقى البيكسلز. طيب انا هنا مستخدم ريندر انجن اسمه ريدشيفت، وده من الريندر انجنز بتاعت سينما 4 دي اللي مؤخرا بقى ناس كتير بتستخدمه. وعندنا لو ضغطنا هنا هنلاقي حاجة اسمها ستاندرد وهنلاقي حاجة اسمها فيزيكال، ودول اللي احنا كنا بنتكلم عليهم كل الفيديوهات اللي فاتت. طيب انا في الفيديو ده هستخدم ريدشيفت. ممكن انتوا تستخدموا الستاندرد وممكن تستخدموا الفيزيكال عادي جدا. لو انا اخترت مثلا ريدشيفت هنا هلاقي اول حاجة الاوتبوت بتاعي اللي هو شكل او حجم الفريم بتاعي هيكون كام كريزوليوشن دايمنشنز بتاعته. فاول حاجه الاقي عندي هنا الويدث والهايت. انا هعمل له اكسبورت ان هو يبقى فول اتش دي 1920 في 1080. عندي هنا لو قفلت الريشيو ممكن ازود او اقلل بحيث ان انا لو انا عايز احافظ على ريشيو معينه. طبعا هنا الريزوليوشن اللي هو كام بيكسل في الانش. طبعا احنا في الانيميشن يعني اغلب الوقت او على طول تقريبا بنشتغل 72، دي من الحاجات اللي احنا مش بنغيرها. والفيلم اسبكت والبيكسل اسبكت دول بيتغيروا على حسب الدايمنشنز بتاعتي، برضو احنا ما بنتحكمش فيهم يعني، او ما بنغيرهمش. نيجي بقى للحاجه المهمه جدا جدا جدا، والحاجه اللي يعني احيانا بتعمل مشاكل كتير لو انا مش مخلي بالي منها، وهي الفريم ريت. لو تفتكروا الفيديو اللي فات احنا اتفقنا ان الفريم ريت هو عدد الفريمز اللي انا هشتغلها في الثانيه الواحده. فهنرجع خطوه لورا وهدوس هنا، هاجي على كنترول دي عشان اجيب البروجكت سيتنجز. هضغط على كنترول وحرف الدي على الكيبورد عشان اجيب الكنترول او البروجكت سيتنجز بتاعتي. هلاقي ان الفريم ريت هنا 30. طيب خلي بالي من حاجه، ان انا لو خليت الفريم ريت ده 25 فهو مش هيتغير هنا، هيفضل برضو 30. فمهم جدا جدا ان انا اخلي الريندرز بتاعتي الفريم ريت بتاعها
هو نفس الفريم ريت بتاع التايم لاين. لو الاتنين مختلفين هيعملوا لي مشاكل في الحاجة اللي بتطلع. فمهم جدا ان انا ابقى مركز قوي انا بستخدم فريم ريت كام، عشان في الريندر استخدم او اعمل ريندر لنفس الفريم ريت. النقطة اللي بعدها وهي لو انا هعمل ريندر لانيميشن، فانا بقول له انا هعمل ريندر من فريم كام لفريم كام. طبعا احنا هنا الانيميشن بتاعنا خلص في 400 فريم، فانا هقول له رندر لي من الفريم رقم 0 للفريم رقم 400. تمام. الفريم ستيب دي ان انا بقول له رندر فريم، يعني هيرندر الفريم رقم 0 والفريم رقم 1 والفريم رقم 2 وهكذا لحد ما يخلص ال 400. لو انا خليت الفريم ستيب دي 2، ده معناه ان هو هيرندر فريم وفريم لا، يعني هيرندر الفريم رقم 0 وهيسيب الفريم رقم 1 وهيرندر الفريم رقم 2، بعدين هيسيب 3 ويرندر 4 وهكذا. لو انا جيت قلت له 3 فده معناه انه هيرندر فريم ويسيب 2 ويرندر التالت. دي احيانا بنستخدمها لما نكون عايزين نرندر حاجة كده ومتاخدش وقت مننا كبريفيو يعني، بس دايما في الانيميشن احنا خلاص بنرندر حاجة فاينل، فبنخلي الفريم ستيب 1 عشان يرندر كل الفريمز اللي عندي. فده كده بشكل مبدئي السيتنجز بتاعت الفريم الواحد اللي هو الدايمنشن، فريم ريت، وهرندر كام فريم كتايم لاين. مش بقول كام فريم بير سكند، لا، فريم ريت بير سكند اللي هو الرقم ده. هنا توتال الفريمز اللي عندي. لو جيت على سيف هعلم على علامة السيف دي، وهلاقي عندي هنا كذا سيكشن الاولاني واثنين 3. نخلينا بشكل مبدئي هنا ده المكان اللي انا هسيف فيه الفريمز بتاعتي. طيب هاجي هنا هختار المكان اللي انا هسيف فيه الفريمز بتاعتي، وهسميه هنا اسم درون مثلا او اي اسم على حسب البروجكت بتاعي. بعدين بختار الفورمات. فللوهلة الاولى طبعا كلنا هنبقى عايزين نروح للام بي 4 لان احنا هنرندر فيديو. هو صح ان هو هيخلص وهيرندر فيديو، بس بشكل عملي اكتر احنا دايما بنرندر بي ان جي، بنرندر حاجه اسمها بي ان جي سيكونس. هاجي اعلم هنا على حاجه اسمها الفا تشانل. الفا تشانل دي عشان انا لو عندي الانيميشن في حاجه شفافه تطلع، انا هنا ما عنديش حاجه شفافه فمش هعلم عليها. لو علمت عليها مفيش حاجه هتحصل، عشان مفيش حاجه زياده يعني هتحصل عشان ما عنديش اي حاجه شفافه في الانيميشن. بس تعالوا نرجع لنقطه انا ليه برندر بي ان جي سيكونس. برندر بي ان جي سيكونس عشان هو الفريم اللي هيعمله ريندر هيعمله سيف على الجهاز. فلو حصل اي ايرور او حصل اي مشكله وانا بعمل ريندر، فان انا بقدر اكمل على اخر فريم اتعمل له ريندر. انما لو انا برندر ام بي 4 فهو مش هيسيف الحاجه اللي عمل لها ريندرنج الا لما يخلص. فبالتالي لو انا مثلا برندر 400 فريم، لو انا جيت عند الفريم 300 مثلا وحصل مشكله وانا برندر ام بي 4، فال 300 فريم اللي انا رندرتهم دول مش هعرف اوصل لهم. انما لو رندرت بي ان جي سيكونس فهو كل فريم هيعمله ريندر هيسيفه، فانا هقدر اكمل بعد ال 300. بعدين باخد الصور دي بروح بيها على افتر افكت اخلص الانيميشن بتاعي. فبشكل مبدئي انا كده خلصت السيتنجز بتاعتي، الدايمنشنز وان هرندر الفريمز كام وكده، وهنا المكان اللي هسيف فيه. وطبعا لو انا شغال ستاندرد او فيزيكال ببقى بظبط السيتنجز بتاعت الجلوبال اليمينيشن ومظبط الامبيانت اكلوجن. هنا عشان انا بستخدم الريندر انجن تاني برضو ظبطت السيتنجز بتاعتي وهقفل. بعدين هدوس على ريندر تو بيكتشر فيور. هو هيبتدي دلوقتي يرندر اهو. هو كده بيرندر الفريم رقم 0، طبعا بيلود تحت اهو. كده خلص الفريم الاولاني، خد الفريم الاولاني خد حوالي 29 ثانية. بعدين هيدخل على الفريم اللي بعده، الفريم رقم 1. هيبتدي بقى وكذا يدخل على فريم، يخلص فريم يدخل على اللي بعده، يخلص فريم يدخل على اللي بعده. طيب هلاقي ان الفريم رقم 0 ده اتسيف عندي على الجهاز. فانا لو فتحت الفولدر اللي انا المفروض سيفت فيه هلاقي فيه صورة اتسيفت اسمها درون 0. تعالوا نشوف ده اهو. هلاقي ان انا هنا اهو سيف الفريم رقم 0 صورة عادية جدا، والفريم اللي بعده برضو صورة وكذا.
نرجع تاني. بعد ما يخلص هلاقي ان هو بعد ما يخلص ال 400 فريم هنشوف مع بعض ازاي هستخدم بقى الفريمز دي ان انا اطلع دي لفيديو. دلوقتي بعد فترة الجهاز خلص ريندر، خلص اهو ال 400 فريم. لو طلعت هلاقي ده كده كل الفريمز اللي رندرها. قعد حوالي 55 دقيقة في ال 400 فريم. طبعا انا ظبطت ريندر سيتنجز شوية بحيث ان الفريم ينزل لتقريبا 8 ثواني. فال8 ثواني في ال 44 فريم فخد حوالي تقريبا ال 55 دقيقة دول اهم. هنا اهو خد حوالي 55 دقيقة في التوتال. طيب تعالوا نشوف الحاجة اللي اترندرت شكلها عامل ايه. لو انا جيت هنا فتحت الفولدر اللي انا عملت له ريندر هلاقي ان انا عندي مجموعة صور. دلوقتي مكتوب درون داش و 4 اصفار، درون داش 1، درون داش 2، وهكذا. فالجزء الاولاني ده بيبقى الاسم اللي انا مسميه للفايل بتاعي، والرقم اللي جنبه ده بيبقى الرقم رقم الفريم. فلو انا جيت فتحت اي صورة فده الفريم بتاعي رقم 323. طيب دلوقتي انا المفروض بخرج من سينما 4 دي فيديو. طيب انا دلوقتي خارج لي صور، اعمل ايه بقى بالصور دي؟ دلوقتي يجي دور افتر افكت. هفتح افتر افكت وهاجي هنا في البروجكت مانجر بتاعي، هضغط دبل كليك عشان اعمل امبورت للصور بتاعتي. هاجي هفتح المكان اللي فيه الصور. انا جيت فتحت الصور اهي، هضغط على اي صورة منهم. لو انا جيت مثلا صورة رقم 15، اي صورة، هلاقي هنا في اوبشن حاجة اسمها بي ان جي سيكونس. هعلم على العلامة دي. هو دلوقتي هيفهم ان ده سيكونس صور ورا بعض. بعدين هضغط امبورت، هلاقيه هنا بقى ما دخليش صور متفرطة كده، لا دخلي ده الايكون دي او العلامة دي، معناه ان ده سيكونس. الفايل اسمه درون من الفريم رقم 0 للفريم رقم 400. اضغط على ده واسحبه على علامة الكومبوزيشن كده، هلاقيه دخل لي في التايم لاين بتاعي الفيديو. طيب ممكن اجي اظبط الكواليتي بتاعتي عليها كده شوية واجي بلاي، الاقي دي الحركة بتاعتي اللي انا خرجتها من سينما 4 دي. طبعا اول ما باجي بقى هنا في افتر افكت ببتدي اشتغل حاجه اسمها بوست برودكشن. يعني ايه بوست برودكشن؟ يعني انا ابتدي لو هحط تكست مثلا، هحط لوجو، هظبط في الالوان بتاعتي شويه، هبتدي ادخل اي اليمنتس تانية. كل الانيميشنز دي بتبقى بعد ما بخلص شغل في سينما 4 دي بتبقى في شغل البوست برودكشن. فانا ممكن اجي هنا اعلي طيب الكواليتي برضو شويه كمان، هو البروجكت خفيف يعني. لو انا حاسس ان انا محتاج اظبط الالوان شويه ممكن اجي اجيب هنا افكت اسمه لومتري كولر. ممكن اجي هنا اغير في الاكسبوجر او اقلله لو انا حاسس مثلا ان الصوره فاتحه او غامقه، على حسب برضو. ممكن انا ابقى مش مظبط اللايت اوي في سينما 4 دي، ممكن اظبط ده من هنا عادي جدا، خلي الاكسبوجر بتاعي 1. ممكن اظبط في الكونتراست شويه، ممكن اجي اقلل الهايلايتس سنة، ممكن اعمل كده. ممكن حتى في افكت كده اسمه فيدد فيلم، ده بيخلي الحاجة تدي شكل سينمائي شوية. بس طبعا مش عايزين نأفور اوي في الموضوع. ممكن اظبط طبعا الايديت ده زي ما انا عايز، كل حد بيبقى ليه عين غير التاني وكل واحد بيبقى ليه رؤية غير التاني. ممكن حتى اغير الالوان خالص، يعني ممكن اجي ادي افكت هيو ساتوريشن. ممكن حتى اجي اغير هنا السايكل كولر كده، ممكن اروح مثلا للون زي ده. عادي جدا ان انا ابقى مخرج الوان، وانا ممكن نفس الفيديو اطلع منه كذا فيرجن عادي جدا. كل ده بيحصل عادي. انا لدرجة الالوان دي عجباني، بس حاسس انها محتاجة تتظبط شوية. ممكن كده، ممكن اطلع نسخة مثلا باللون ده، ممكن اطلع نسخة باللون الاخضر ده عادي جدا. ممكن اعمل مثلا فيرجن تالت اغير اللون، ممكن
اظبط اللون الاخضر اكتر من كده. ممكن اجي هدي ده شوية. طبعا الايديت كل حد زي ما هو بيبقى متخيل الالوان بتاعته، كل واحد يعمل الايديت اللي هو نفسه فيه. شغال. وبعد ما اخلص ارندر من على افتر افكت، هدوس على كنترول حرف الام، واجي اختار هنا اتش 264 الشانل ار جي بي. اوكي. واختار المكان اللي انا هسيف فيه، وادوس ريندر. ويبقى انا كده وصلت للفيديو، وكده يبقى انا عملت اول انيميشن ليا في سينما 4 دي، ودخلته على افتر افكت، ظبطت الالوان بتاعتي وعملت له الايديت اللي انا محتاجه، وخلصت كل حاجه. اتمنى يكون الفيديو ده عجبكم، وكده يبقى احنا خلصنا السلسله الاولى بتاعتنا في سينما 4 دي. عدينا، عرفنا اصلا في البدايه يعني ايه 3 دي، عرفنا البيزكس بتاعت سينما 4 دي، اتعلمنا شويه في الموديلنج، اتعلمنا شويه في الماتيريالز، اتعلمنا شويه في اللايت، في الانيميشن، واخر حاجه الريندر. اتمنى انها تكون سلسله مفيده. ابداوا اعملوا البروجكت بتاعكم وابعتولي فرجوني الحاجات اللي انتوا هتعملوها. بس كده، اشوفكم في فيديوهات تانية قريب. حاول ان انا نتعلم حاجات اكتر، ان شاء الله هنعمل حاجات احسن من كده بكتير.